بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. النهارده بصوا بقى يا جماعة، بقى في فيديو النهارده حلو جدا وحلو قوي قوي بصراحة. ليه بقى؟ النهارده نعمل مع بعض مش اي لحمة، مش لحمة عادية، مش فراخ ومش بط ومش لحمة كده عادية. ده النهارده نعمل مع بعض لحمة ضاني. هنعمل طاجن لحمة ضاني بالبطاطس. في ناس كتير جدا جدا ما بتحبش اللحمة الضاني او بتحبش ريحتها، وريحة يعني بيبقى لها ريحة كده مخصصة كده، ريحة معينة كده. فالنهاردة اقول لكم بقى انا عملتها بطريقتي ايه. والله العظيم بجد كانت ريحتها كأن لحمة من العادية خالص، اللي هي اللحمة العادية دي، مش لحمة ضاني ولا اللي هي لحمة معيز او خرفان او كلام من ده. بصوا بقى، انا مشيت كده النهاردة على طريقة حماتي وطريقة مامتي برضو، وجودت شوية. اللي هو عملت ايه بقى؟ بتجيب اللحمة الاول طبعا بننقعها في شوية مية كده عادي، مية بليمون مثلا. لو عندك أي حاجة، مثلا عندك يوستفندية، مثلا عندك ليمونة مش عارفة، عصوري فيها وسيبها منقعة شوية. وبعد كده بنصفيها ونجيب حلة. حلة بقى انت، مش أي حلة، ده أنا جبت لها الحلة الجرانيت. طلعت لها حلة مخصوص. المهم اللهم صل على النبي، ايه، بمسك الحله بقى بنشفها قوي، احطها على النار كده تسخن قوي قوي قوي. وبعد كده اقوم جايه طشل اللحمه في قلب الحله، من غير ميه من غير اي حاجه، يا دوب بس اللحمه بس اللي في قلب الحله. واسيبها بقى تغلي تغلي. بتنزل بقى السوائل والحاجات اللي بتنزلها دي. بتبقى برضو حاجه يعني مش حاجات مش حلوه، اللي هو دهون بقى، زفاره، كلام من ده، بينزل كل ده منها. بس وهي بقى بتغلي كده، حطيت معاها عود. استنوا بس الموبايل وقع. استنى يا عم. حطيت معاها عود قرفة، وحطيت عودين كده حبهان. وده ايه في الغلوة الأولانية، هو في ناس بتسميها اللي هو بنشكشك اللحمة، مش عارفة ايه المهم ايه، اللهم صل على النبي، بعد ما عملت كده ونزلت شوية سوائل حلوين كده، قمت جاية ماسكاها بقى تحت الحنفية، غسلها حلوة قوي قوي. ورميت كل السوائل دي، وغسلت اللحمة تحت المية عادي خالص. ومسكت الحلة غسلتها برضو تاني، وهنعمل بقى ايه. هنعمل اللي هتعملوه دلوقتي ده. حطيت بقى نقطة زيت، وجبت بقى بصلتين، وجبت طماطمايه، وجبت ليمونه بس يا دوب قسمتها بالنص كده، مش هعصرها، انا هحطها زي ما هي كده. وحبيتين حبهان، وشويه ورق لورا. وبص، المنكهات اللي انت عايزه تحطيها حطيها. حطيت بقى قرنفل، وحطيت قرفه، وحطيت الحبهان، وحطيت كل الحاجات دي. بجد بتضيع اي زفاره او اي ريحه مش حلوه في لحمه الخرفان. الحاجات دي بقى هتضيعها خالص، تمام. والليمونه دي مهمه جدا يا جماعه. او لومي، بس الليمونه دي احسن، الليمونه دي بتبقى ريحتها اقوى. وحطيت بصلتين اهو وطماطمايه، والدنيا هي معايا، وهنشوح اللحمه حلوه قوي قوي. وبحط بقى ايه شويه فلفل اسمر. بنشوح كده بفلفل اسمر. ما بحطش بتاع ملح دلوقتي خالص، ولا اي حاجه دلوقتي اكتر من الفلفل الاسمر بس. وممكن لو عندي مثلا 7 بهارات احط شويه، تمام. وشوحتها حلوه قوي لما خدت كده لون، يعني بدات في قطع لحمه كده تاخد لون. وبعد كده نزلت بقى بالميه. هنغطيها عادي خالص زي كاننا بنسلق اللحمه. انا فعلا هسلق اللحمه اهوت، وهتاخد ايه اللي هو 3/4 سوا كده، تمام. وبعد كده بقى اسيبها بقى ايه، واشيلها واغسلها تاني. هنا بقى جبت الطاجن بتاعي اللي انا احط فيه بقى، اللي هظبط فيه اللحمه بقى والبطاطس وكده. جبت بصلتين برضو بخرطهم اهوت، يعني ايه، نص نص بقى، زي ما انت عايزه تعملها شرايح، عايز تعملها ناعم، كل واحد زي ما هو عايز، بيحب البصل ازاي، بس عشان هو يبقى طاجن. فاللي هو بعملها زي جوانح كده، ما بنعمش البصل قوي، تمام. وجبت كمان قرنين فلفل. كان عندي فلفل احمر، هو حلو ده، مش حراق، ده فلفل عادي خالص اهو. اعتمد الطريقة دي، والله العظيم انا مني واحدة، انا ما بحبش لحمة الخرفان خالص. بس ريحتها في اليوم ده اقسم بالله، ولا فيها ريحة لحمة خرفان خالص. كأن لحمة جزار عادية خالص يعني. لحمة عادية خالص ومعمولة في صينية بطاطس. والله العظيم بجد. اهو حطيت بقى شويه زيت كده، ونحط بقى شويه ملح وفلفل كده، ونمرط البصله مرته حلوه كده. اللي هو نمرطها اللي هو بايدينا يعني، ماشي. ما فيش حاجه اسمها يعي وقف ومف لا، هو بايدينا كده تمرطها مرته معتبره. مع شويه فلفل اسمر، مع شويه كمون وكزبره. وعايزه تحط مثلا، اللهم صل على النبي، شويه شطه بقى. انا احط شويه شطه وشويه بابريكا، تمام. انا عندي بهارات اللحمه خلصانه، عايزه اجيب بهارات بقى ان شاء الله، ونعمل بهارات باذن الله مع بعض ان شاء الله. وهنا بقى كنت مقشرة البطاطس. طبعا البطاطس يا جماعة دلوقتي بأرقام، البطاطس والبصل دلوقتي بقت بأرقام. اللهم صل على النبي. بطلع كده بقى ايه، بعد ما صفيتها كده حلو من الشوربة. بطلع حتة اللحمة او قطع اللحمة اهي. وبقوم حطها ايه، مغرزاها كده بقى ايه في قلب البطاطس كده، اللي هو بنحطها بقى مع بعض كده اهو.
أنا كان عندي بقى صلصة متسبكة، تمام. الصلصة المتسبكة في التلاجة دي بجد بتنجز وحلوة ومنجزة واللي هو سريعة. بتطلعي على طول من التلاجة الصلصة المتسبكة ده، أي حاجة بقى بتسبكي، أي حاجة بتطبخي كلام من ده، بتطلعي منها على طول على الطبيخ، فاهمين؟ أنا حاطاه في الجردل اللي هو بتاع الجبنة ده، كان جردل جبنة عنده فضة، فأنا منضفة عليه، هو لونه أبيض فأنا منضفاه. غسلاه الحاجات اللي زي كده، بعين فيه قشطة، بعين فيه جبنة في التلاجة، بعين فيه صلصة زي ما انتم شايفين كده. أكل فايض مثلا ومش لاقية علب تلاجة فاضية عندي ولا كده، بقوم جاية عاينة فيه عادي، ما بيضرش يعني. أهو بظبط كده الدنيا كده، أنا زدتها شوية مية صغيرين وبس. هو ده بقى طاجن، أقسم بالله يا جماعة شوية لحمة، ولحمة اللي هي لحمة الخرفان يعني، ولا هتحسوا بأي طعم خالص خالص يعني. اهو شوفوا بقى هي كده كانت بتبقلل كده وبتعمل، كانت بصوا عسل. هسيب لكم الصوت بتاعها استنى. طبعا فكرة ان انت عاملاه في طاجن اصلا ده لوحده، ده عاطي للحاجة شياكة، وعطاها كده دسامة، وعطاها اللي هو شمخة، فاهمين؟ شمخة كده حلوة قوي، اللي هو عشان في طاجن، لكن ممكن نعملها في صينية فرن عادي يعني، من اللي هما الصواني العادية دي. اللحمة كانت دايبة خالص، انا كنت سايباها اصلا 3/4 سوا، وكملت سواها مع البطاطس كمان تاني. البطاطس اتهرت واللحمة دايبة خالص، فتخيلوا بقى، لكم ان تتخيلوا بقى الطعم بقى. ده كده خلاص كان الاكل، وكنت عامله شويه لوبيا كده جنبهم كمان، ورز ابيض، وبألف هنا يا رب. كان طاجن لحمه ضاني بالبطاطس، حاجه كده فاخر من الاخر، اقسم بالله. عايزه بقى تحمري الوش براحتك، شويه رشه كده شبت وكزبره وبقدونس كده على الوش براحتك، يعني ايه كل واحد بقى ويفنوا بقى فنوا. اللهم صل على النبي، بألف هنا يا رب. هسيبكم بقى مع المنظر الحلو ده.